قصة رعب بعنوان: وصلتها رسالة من شخص ميت فبدأت المصائب. قصة ماريا ممكن أن تكون من أغرب القصص التي سمعتوها في حياتكم، والغريب أن القصة حقيقية وحصلت بأحد المدن في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت القصة عندما كان عمر سارة 18 سنة، وكانت تعيش حياة عادية مع أمها وأبوها وأخوها هاري وأختها الصغيرة هانا، إلى أن جاء ذلك اليوم. سارة كانت من أشد المعجبين بمواضيع الجن والأشباح وقصص الرعب، فكانت تقرأ كثيرا في هذه المجال ومهتمة به كثيرا. في أحد الأيام بعدما استيقظت سارة من النوم صباحا، وصلت تلك الرسالة الغامضة لهاتف سارة. من عادة سارة أنها عندما تستيقظ من النوم تلعب بهاتفها قليلا، وبالفعل أمسكت هاتفها وإذا بها ترى رسالة وصلت إليها من رقم مجهول مكتوب فيها: سارة، اخترتك للانتقام من أجلي لأنك الشخص الوحيد الذي سيأخذ بثأري. ردت سارة عليه باستغراب: من يتكلم؟ رد عليه على الفور: ليس المهم من أنا، لكن سأشرح لك قصتي. أنا شخص ميت منذ أكثر من 4 سنوات. قتلني شخص بدون سبب، والمشكلة لليوم الشرطة اعتبروا موتي حادثا، وأريد أن آخذ حقي، واخترتك أنتي من كل الناس لكي تساعديني. سارة في تلك اللحظة بدأت تضحك، وأخبرت صديقتها بالرسالة وقالت لها: أكيد هذه واحدة من البنات تريد أن تخيفني وتعمل بي مقلب. فجأة وهي تقرأ الرسالة لصديقتها، وصلتها رسالة أخرى من نفس الرقم مكتوب فيها: لا تقرأي رسائلي لأي أحد أبدا. هنا خافت سارة قليلا، وبدون مقدمات عملت حظر لرقمه. في اليوم التالي وفي الصباح نزلت سارة وتناولت وجبة الإفطار مع عائلتها، وهنا أخبرتهم بالرسالة الغريبة التي وصلتها. هنا أبيها أخبرها أن لا تخاف، مجرد أشخاص يحاولون العبث معك وخفتك فقط. سارة لم تكن خائفة أصلا، وأكملت يومها كالعادة وذهبت لدراستها، والتقت صديقتها، وبينما سارة عائدة للمنزل معها وصلتها رسالة من نفس الرقم مكتوب فيها: سارة، لماذا تعملين لي حظر؟ لأن هذا الشيء لن يمنعني من مراسلتك. ماريا في هذا الوقت استغربت: كيف يستطيع مراسلتي من نفس الرقم وأنا قمت بحظره الأمس؟ ردت عليه سارة: من أنت وإذا تريد مني؟ رد عليها: أنا أسألك للمرة الثانية، هل أنت موافقة؟ هل الأخذ بثأري؟ سارة كانت لا زالت مقتنعة أنه مقلب من أحد صديقاتها، ولهذا أجابته: إذا كنت أحد صديقاتي وتعملين بي مقلب، توقفي، لأن هذا المزاح لا يعجبني. رد عليها: لا زلت لا تصدقينني. انظري للعمارة المقابلة لكي. أمام مدرسة سارة كانت هناك عمارة مهجورة لا أحد يسكن فيها لمدة طويلة. بعدما أرسل لها: انظري للعمارة المقابلة لكي. نظرت سارة لهناك، فإذا بها تجد شخصا يلبس لباسا أسود ويشير لها بيده. الشيء الطبيعي الذي فعلته سارة، وهي أخبرت صديقتها وقالت لها: انظري للعمارة، انظري لذلك الشخص الذي يشير لي. نظرت صديقتها جيدا، لكنها لم تر أي حد هناك. في نفس اللحظة وصلت رسالة لسارة مكتوب فيها: سارة، لا تتعب بنفسك، الشخص الموجود هناك لن يستطيع أن يراه أحد غيرك. هنا دخل الخوف قلب سارة، فحاولت تقنع صديقتها بما رأت، لكن بدون فائدة. في ذلك الوقت قررت سارة أن تتخلى عن الإجابة على هذا الشخص وأن تتجاهله. مرت الأيام والرسائل تصل لسارة، لكنها لا تجيب عليه. في هذا الوقت وصلت رسالة غريبة لسارة مكتوب فيها: سارة، غدا سيكون أول إنذار لكي. سارة لم تهتم لكلامه وقالت: هذا كذاب ويحاول أن يخيفني فقط. في الغد استيقظت سارة وكان كل شيء عادي وطبيعي. ذهبت للمدرسة والتقت بصديقتها وأكن كل شيء اعتيادي. عادت سارة لمنزلها وإذا بهاتف أبيها يرن. تحدث أبوها قليلا في الهاتف، فذا ترى علامات الرعب في وجهه. نظرت صديقتها جيدا، لكنها لم تر أي حد هناك.
في نفس اللحظة وصلت رسالة لسرة مكتوب فيها: سرة، لا تعب بنفسك، الشخص الموجود هناك لن يستطيع أن يراه أحد غيرك. هنا دخل الخوف قلب سرة، فحاولت تقنع صديقتها بما رأت لكن بدون فائدة. في ذلك الوقت قررت سرة أن تتخلى عن الإجابة على هذا الشخص وأن تتجاهله. مرت الأيام والرسائل تصل لسرة لكنها لا تجيب عليه. في هذا الوقت وصلت رسالة غريبة لسرة مكتوب فيها: سرة، غدا سيكون أول إنذار لكي. سرة لم تهتم لكلامه وقالت: هذا كذاب ويحاول أن يخيفني فقط. في الغد استيقظت سرة وكان كل شيء عادي وطبيعي. ذهبت للمدرسة والتقت بصديقتها وأكن كل شيء اعتيادي. عادت سرة لمنزلها وإذا بهاتف أبيها يرن. تحدث أبوها قليلا في الهاتف فذا ترى علامات الرعب في وجهه. حالة صعبة وحرجة. سرة في تلك اللحظة تذكرت رسالة ذلك الشخص والإنذار والتهديد الذي أعطاه لها. ذهبوا بسرعة للمستشفى ووجدوا هاري تحسنت حالته وأصبحت مستقرة. هنا أخبرت سرة أبيها عن موضوع التهديد الذي وصلها في هاتفها، وهنا قرر أبوها أن يذهبوا لأقرب مقر شرطة للتبليغ عن هذا التهديد. إذا أعجبتك القصة قم بإبداء إعجابك بتعليق، وانتظرونا في قصة جديدة وحكاية جديدة.